اللي هي مقدار الحصيله المتوقعه من الضريبه العقاريه. طب احنا عارفين الحد الادنى هيبقى 1200، ده عارفين ان هو هيكلف الدوله 18 مليار جنيه سنويا، لكن حضرتك حددت ال 21 مليار دول خفضا على اساس ان حضرتك محدد الرقم او الحد الاقصى بكام؟ 35 ضعف. 35 ضعف ال 1200. تمام. تمام. يعني ده ثابت. نعم. يعني شايف حضرتك ان 35 ضعف؟ لا ممكن يزيد، لا احنا محدد راسه، ممكن يبقى 50 ضعف، ايه المشكله؟ طب وبالنسبه للحد لسه القطاع الخاص لم يحدد هيطبق ولا مش هيطبق في يناير. تمام. وطبعا انا ما اقدرش اضغط اكتر من اللازم على القطاع الخاص واللي هيدي لذات البطاله طبعا. فهيحصل في يناير لو ما اتفقناش لغايه يناير هيبقى في مشكله، القطاع العام بيقول حاجه والقطاع الخاص بيقول حاجه، فده حله ايه؟ هل انا ممكن افرض على القطاع الخاص رقم محدد؟ في الواقع هنا ما اقدرش ان انا افرض رقم محدد، وايه اللي هيترتب على ذلك؟ بدل ما المستثمر هيبقى عنده 20 عامل يقول لك انا كفايه عليه 10 عمال، لو هفرض عليه 1200 يقول لك كفايه عليه 10 عمال، فده هيترتب عليه ايه بقى؟ هيترتب عليه زياده البطاله، وده انا مش عايزه. انا مش عايزه. الضريبه عمرها ما كانت سبب لزياده معدلات البطاله والكلام ده كله، لا. هنا لابد من وجود نوع من التوافق بين الحكومه والقطاع الخاص فيما يتعلق بكيفيه واليه تطبيق الحد الادنى بما لا يضر بعدد العماله الموجوده في كل مشروع. ده شيء مهم جدا. ويعني لو ده تم انا اعتقد هيبقى وصلنا الى مرحله يعني طيبه تعود بالفائده والمساواه على كل افراد المجتمع. تمام. دكتور خالد، بالنسبه لموضوع انا دلوقتي كدوله عندي عجز موازنه واضح، وفي طبعا المأمول ان يصل عجز موازنه ل 10%، ده تصريح دكتور احمد جلال وزير الماليه، لكن طلع البنك الدولي قال لا هو هينزل من 14 اللي كان موجود في العام المالي 2012 2013 الى 13، هينزل 1% بس. طبعا الحكومه بتأمر ب10 وصندوق النقد الدولي او البنك الدولي بيقول لا هيوصل ل 13. انا عندي مشكله دلوقتي، الدوله ما تقدرش تعمل انفاق كبير، حتى الحزمه اللي هتقدر تنزلها هتقدر انعاش بسيط، قد تنعش الاسواق قد لا تنعش. هنا الفكره القطاع الخاص هرب من المشاركه للظروف الامنيه وعدم الاستقرار السياسي وعدم استقرار القوانين، والدوله بتسترجع بالقضاء بعض الشركات اللي ما بتشتغلش زي المراجل والنيل لحديد، يعني شركات كتير رجعت للدوله على اساس ان، وفي ناس انضرت، في ناس يعني مساهمين انضروا. قانون الشراكه مع القطاع الخاص والتعديلات الاخيره، هل ترى ان حضرتك ممكن تنعش الموضوع شويه وترجع فكره ان انا ممكن اتصالح كرجل اعمال مع الدوله واسدد التزاماتي وبالتالي ارجع المصنع يشتغل او الشركه تشتغل او المشروع يشتغل؟ السؤال في شقين. في كتير، في يعني عجز الموازنه العامه وقانون الشراكه كتير، ما هو كلها متشابكه لدرجه ان احنا انا دلوقتي صانع القرار قدامه عجز موازنه، مش هيعرف ينفق على هينفق على الخدمات الاجتماعيه لكن مش هيقدر ينفق في السوق ويعمل مشاريع. الدوله شالت ايدها من انها تبقى منتج في السوق، وبالتالي سابت الكلام ده للقطاع الخاص، والقطاع الخاص عنده مشاكل، يعني حاجات كتير قوي. صانع القرار بيبقى صعب عليه قوي ان هو يروح يمين ولا شمال مع الراي الشعبي ومع الراي الاقتصادي. نتكلم الاول عن العجز الموازنه العامه. يعني لا ننكر ان الحكومه ومصر كلها بتتنافس على المعونات الخارجيه. الى متى؟ باخد المعونات الحقيقه واوجهها كلها لانفاق استهلاكي، وده خطا كبير جدا، وده خطا كبير، وقد يعتقد البعض ان هذا علاج، لكن كثيرا ما يكون العلاج اسوأ من المرض نفسه. كثيرا ما يكون العلاج اسوأ من المرض نفسه. مش ده المفروض ان انا افعله في المعونات التي تاتي الى مصر من الدول الخليجيه ابدا. ان كان ممكن اخصص جزء للانفاق الاستهلاكي، لكن اخصص الجزء الاكبر للانفاق الاستثماري. عجز الموازنه العامه احنا بنشوف هذا العجز اساسه ايه؟ الدعم. وده مشكله انا يمكن تحدثت عنها قبل كده، وكثير من الدول كان لها تجربه مع كيفيه اداره الدعم، واستطاعت ان تقلص هذا الدعم دون ان تضر بطبقات المجتمع الفقيره من خلال الانتقال من الدعم العيني الى الدعم النقدي. وده ما فيش منه مفر. طيب. الحكومه هتطبقه. طيب انا دلوقتي عندي يعني هي دي الفكره، المشكله في هنا مشكله. انا دلوقتي عندي ان انا في يناير الجاي هيبقى الحد الادنى 1200، وده معناه سيوله نقديه. وكمان زي ما حضرتك بتقترح هيبقى الدعم نقدي.
وبالتالي زياده السيوله او زياده الفلوس في السوق معناها ان انا بزود تضخم، وانا عندي تضخم بالفعل 10%، وبالتالي لو زودت التضخم هتبقى برضو مشكله على الطبقات الفقيره والمتوسطه، ويبقى انا ما عملتش حاجه. يعني الموازنه هنا صعبه قوي. هي يعني بالنسبه لمساله هل في تضخم؟ هيحصل تضخم طبعا. ما انا عندي 10% لا، وهيزيد كمان مع تطبيق الحد الادنى الاجور في طب انا مش هزوده بقى بالدعم النقدي بدل الدعم العيني، لان كده معنى كده انا بزود معروض النقدي اكتر من كده. لا، ما هو العمليه مش ما هو صانع القرار في مشكله. طيب الدعم العيني، الدعم العيني عباره عن ايه؟ ان انا ببيع سلعه اقل من قيمتها، يبقى انا بتحمل الفرق. نقد يعني ايه؟ انا بديله هو فلوس، هديله فلوس نقديه. تمام. طيب الدعم العيني مين اللي بيستفيد منه؟ كل افراد المجتمع، الغني والفقير. لكن لو انا انتقلت من دعم عيني لدعم نقدي هستطيع ان احدد الطبقات الفقيره. طيب انا برضه عفوا، ودي مش هتطبق في يوم وليله، لا طبيعي. دي هتحط خطه، على الاقل خطه خمسيه خلال ال5 سنوات دول، احدد الطبقات الفقيره التي تستحق الدعم النقدي فقط، وابدا بقى اخفض الدعم العيني بنسب 10% او 15% سنويا مع زياده الدعم النقدي. بالطريقه دي الحقيقه انا هخفض عجز الموازنه العامه. الدعم هيصل للمستحقين. كل فرد في المجتمع هيشعر بالقيمه الحقيقيه للسلعه وهيحافظ عليها، بدل ما اجد الناس بيحصلوا على رغيف الخبز ابو 5 قروش، وبدل ما ياكله بيدين لي مواشي، لانه مش حاسس بالقيمه الحقيقيه لرغيف الخبز. لكن لو اشتراه ب 50 قرش هيعرف القيمه الحقيقيه لهذا الرغيف، وهيبقى الاستهلاك يعني استهلاك حقيقي. طيب يبقى احنا محتاجين مش فكره بقى الدعم النقدي. قبل ما اعمل دعم نقدي وقبل ما احرر الدعم من الدعم العيني للدعم النقدي، عليا ان انا احدد مين الطبقه او مين الناس الاكثر احتياجا لهذا الدعم. وهنرجع برضو زي ما قلنا في الاول، احنا ما عندناش معلومات صحيحه او الداتا الصحيحه عن من مستحق للدعم بشكل كامل، ومعلومات عن العقارات. احنا محتاجين ان احنا نزود المعلومات اللي هو التعداد الاقتصادي وغير التعداد الاقتصادي عشان نوصل لهذا المستوى. لكن قبل كده هو مضطر صانع القرار انه ياخد قرارات يزود بيها عائدات الدوله عشان يعرف ينفق. فهنا التشريع لازم يبقى مرن شويه. يعني في الاجل القصير يمكن للدوله يعني الغاء الدعم الطاقه عن المصانع الكثيفه او المصانع العملاقه. الغي الدعم عليه، ده هيوفر لي على الاقل وفقا للتقديرات المبدئيه حوالي 50 مليار من ال 120 مليار اللي بيروح لدعم الايه؟ لدعم الطاقه. خلال 5 سنوات ابدا ان انا انتقل من الدعم العيني الى الدعم النقدي. وانا ارى لو انا وفرت وسيله مواصلات جيده للمواطنين، في الحاله دي انا ممكن احرر اسعار الطاقه تماما. اوجدت البديل فمش محتاجه دعم الطاقه. ما هو البديل وده اللي عملته انجلترا. ما هو البديل عايز فلوس. ما هو انا لا مش عايز فلوس. اقول لك بنعمل ايه؟ اتفضل. ولسه كنت بتكلم مع حضرتك. البي او تي النهارده عندي عقود الاستثمار، عندي ارض، هجيب المستثمر اقول له اتفضل تعالى اعمل لي 5 خطوط اندر جراوند. هيقول لي والله الخط هياخد 5 سنين. اقول له لا خد لك 3 محطات، واجيب شركه ثانيه اديها 3 محطات. في 5 سنين اكون عملت شركه اندر جراوند كامله بدون ما اتكلف حاجه. هياخد الارض، هيبني ويدير ويعمل لي محلات كده في محطات الاندر جراوند ويحصل ايرادات، وبعد 20 سنه هيحول المشروع دي المشاريع دي كلها للدوله. فيبقى انا كده عملت نقله نوعيه. وعاوز اقول لحضرتك حاجه، عشان البلد تبدا في التقدم عايزه حاجتين: الامن بكل انواعه، امن سياسي واجرائي وقانوني. والحقيقه يعني انا بشكر جهاز او وزاره الدفاع والقوات المسلحه، وبشكر ايضا وزاره الداخليه على المجهود الرائع اللي تقوم فيه. الامر الثاني حل مشكله المرور. تمام. دول قدمين لتقدم اي دوله. تمام.
طبعا يعني احنا سعدنا بهذا الحوار وحاولنا نوصل بيه لفكره ان احنا نشرح كل القوانين او الاجراءات اللي اتخذها الحكومه في الفتره الحاليه. وانا بشكرك دكتور خالد سعد زغلول رئيس قسم التشريعات الماليه والضريبيه بوكيل كليه الحقوق جامعه السادات. شكرا لحضرتك وصباح الخير مره اخرى. شكرا يا استاذ محمود. شكرا على تشريف حضرتك. الله يبارك فيك. وما زالت فقراتنا مستمره معكم مشاهدينا، بعد قليل فقرات اخرى من خلال برنامج صباح الخير يا مصر.